قرية الباشورة قرية كردية في جبل الكرد أو جبل الأكراد في ريف اللاذقية. اسمها كردي ويعني الجنوب، حيث قام الكرد بتسمية الاتجاهات الأربع نسبة للرياح التي تأتي من تلك الجهة. فباشور تعني الجنوب، والترجمة الحرفية لها با تعني الهواء، شور السيف أي الهواء الحاد. يبدو أن القرية كان يأتيها حتى الآن هواء حاد. باشورة تتبع ناحية كنسبة في منطقة الحفة، وتبعد عن مركز ناحية كنسبة 15 كيلومتر تقريبا، وعن مدينة اللاذقية 45 كيلومتر. يزينها نهر صغير يسمى نهر عين العشرة، ويمر بها سكة قطار حلب اللاذقية. تطل القرية من الغرب على جبل التركمان، ومن الشرق على قرى مزين أو مزن والكارورة والقساطل ومرج الزاوية وكنسبة. من عائلاتها بكورة وشرخيت وكسر غليون ووليو. يعمل الأهالي بالزراعة كزراعة أشجار الزيتون والخوخ والتفاح والبرتقال، ويزرعون التبغ أيضا، ويعملون أيضا بتربية المواشي، ومنهم مدرسون ومهندسون، وفيها أستاذ جامعي. قدمت هذه القرية خيرة شبابها شهداء في مواجهة نظام الأسد الإبن. عدد سكانها بحدود 1000 شخص، كلهم كرد باستثناء عائلة واحدة. كرد قرية باشورة فقدوا لغتهم الكردية، وأتمنى عليهم أن يتعلموا لغتهم الكردية. أقول أتمنى ولا أطلب، لأنه لا يحق لنا أن نطلب ممن هجر من قريته وأرضه ويعيش في مخيمات اللجوء ولا يملك مقومات الحياة أن نطلب منهم أن يتعلموا اللغة في هذه الظروف. لذلك نقول نتمنى عليهم. طبعا هذه القرية لم تسلم من قصف قوات النظام البائد، لذلك هذه القرية بحاجة لإعادة الإعمار، وهذه دعوة لكل المؤسسات والإدارات الكردية بالإسراع والتدخل لمساعدة أهلنا في الجبل. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى لأهلنا في قرية باشورة السلام والعودة الآمنة لقريتهم وإعادة إعمارها.